اجونا الصبح قالوا نجيكم الساعة ب 12 ب 12 الظهر راح ناخذكم نسفركم. هاي الصبح اجونا. فبلتنا اجونا ب 12 ضبط، يعني على الساعة ب 12 ضبط اجونا. كان ابن عمي احنا نطلع بالغراض وين ننقلهن يم جيراننا، عندنا غرف نوم اخشاب، وقبالنا كان هم الله يذكره الاستاذ عبد الامير هم كنا نخلي غراض يمه. فبلتنا لما اجوا ابن عمي مو يطلع بالغراض، ابو الامي قال له وين تطلع الغراض؟ رجحن. قال له ما رجحن. قال له رجحن. قال له ما رجحن، انا جندي وانت بالامي شو تريد تسوي سوي. ابو الامي قال له حقك، هز براسه قال له حقك. فابن عمي ما اخذ شوره يطلع بالغراض. فاحنا لما سمعنا هيك شيء بعد خفنا على الجيران حقيقه، يعني استاذ عبد الامير هم شويه رجعنا الغراض لان خفنا عليهم، هم مو كراد يعني عرب كانوا. بهالاثناء خذونا بالسياره، كانت اني ومرت ابوي واخوي الحج نجم واحنا يعني العائله، بس الثلاثه قلت لك انحزوا واخوي ذاك هرب، وعندي اختي كانت متزوجه كبيره ببغداد. فالاثناء خذونا مركز الشرطه، خذونا لمركز الشرطه، شفنا الناس العالم ملتمه. انا كان عندي بها امتحان علوم، وشفت المدرسين مالتنا والمدير مال المدرسه واقف، معقوله علما واقفين. دخلنا لمركز الشرطه، لما نباوع استاذ رشيد مدرسي مال العلوم مسفر قدامي. استاذ رشيد الله يذكره بالخير لحد الان موجود، هو يمكن هسه بالخارجي يجي هنا بالسويد هو. فشفته قدامنا استغربت، ويعني حقيقه استحيت منه، جايين يودعونه، هم جايين يودعونه. فالمهم بقينا تقريبا ساعه ساعتين ما اتذكر، خذونا بالباص، خذونا للكوت مدرسه، خلونا تدري يعني غراض، وما حتى اخذنا ماعين ويانا تكسرت، فيعني مال شيء رعب، شلون شيء رعب. خلونا بمدرسه ما اتذكرها، يمكن يم فلكه تموز بالكوت، مدرسه ما اتذكرها بس اتذكر الفلكه. بلتنا اجوا قالوا العمره 18 سنه ل 30 ينحجز. احنا بس كان الحجي عمره لو 31 ما اخذوه، حجي نجم اخوي الكبير وزوجته ويانا، وهذا موجوده بنت عمي وهذا، فما اخذوه. فبقينا في العوائل ويانا، بيت ابو حمزه وبيت ابو عقيل، خذوا صار الصريخ، بدا الصريخ وين ماخذين ولدنا وين ماخذين ولدنا، فاخذوهم بالقوه، يعني بالقوه العمره من 18 لحد 30 خذوهم، ذولا انحزوا.